لليوم التحدي بعد ساري، ما ثابت صحيحك يا البخاري، وأنصارك يشتمون حجتهم ضعيفة، وأنصارك يشتمون حجتهم ضعيفة. فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون. ما هو التكليف؟ ما هي الأخلاق الإلهية؟ ما هي أخلاق الله؟ ما هي أخلاق القرآن؟ أخلاق الوحي؟ أخلاق النبي؟ ما هي؟ الصبر. فاصبر على ما يقولون. هل قال له قل لهم امصص باء ضاء راء اللات أو أمك على ما يقولون؟ رد عليهم بهذا الرد. واضح القرآن نهج اللي يناقش الحجة، واضحة وكلش صريحة وعلى الخصم بيض المحجة، دوم بالحسنى يجادل، دوم بالحسنى يجادل ويجعل القرآن نهجه، ينطي أدلة للخصم ويناقش بفكر وعلم، وكون بدليله مليم، مو سبي وشتايم، مو سبي وشتايم. شاوين السلف شاوين علمه، فاسد ما يمثل خير أمه، شاوين السلف شاوين علمه، فاسد ما يمثل خير أمه، بس السبع يعرفون لعقول الخفيفة، بس السبع يعرفون لعقول الخفيفة. ويبقى التحدي مفتوحا أمام السلفية والسنة والإنس والجن لإثبات صحيح البخاري نسبة وأصولا. يا بخاري وين أصولك؟ عندك التوثيق باطل، وثقك بس الفرد وهذا مو توثيق كامل، بمسلك الرملي نكرك مو فقط مجهول جاهل، ما إلك توثيق وصفة، الرملي صحيحك ينسفه، واللي نصرك بس عاطفة، ويسب اللي يناظر، ويسب اللي يناظر. الرملي يقول مجهول البخاري، طلع مالك وجود انت اثاري. الرملي يقول مجهول البخاري، طلع مالك وجود انت اثاري، وصحيحك ما إلى اسناد وافكاره مخيفه، صحيحك ما له إسناد وأفكاره مخيفة. لا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا ترضى رأسا برأس، تريد أن أترضى على معاوية وأدخل النار وجهنم؟ أيها السفيه، أيها التافه، أيها الوضيع، أيها الجاهل، أيها المنافق، أيها السفيه، أيها الجاهل، هل أدخل جهنم لمجاملة هذا السفيه وهذا الحاقد وهذا المنافق؟ لا ترضى رأسا برأس، لا ترضى بالتوقف عن اللعن، تريد أن أترضى؟
كن أنت مع معاوية وترضى على معاوية كما تشاء، هذا إمامك. لا والله لا أفعل هذا. هيهات 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 هيهات. تريد من عند الترضي على الختم خير الصحابة، وخالف أخلاق الرسالة وما أمر رب الكتاب، يحرم المؤمن تقتله حتى تكفير وسباب، تطلب أوالي جاهلي يؤمر سعد يشتم علي، وبسب المنابر يعتني. لا هاي استحالة، لا هاي استحالة، شلون تريد اسيب باب المدينة ومثل هارون من حضرة نبينا؟ شلون تريد اسيب باب المدينة ومثل هارون من حضرة نبينا؟ تدري انت مجنون وافكارك سخيفة، تدري انت مجنون وافكارك سخيفة. كل من لم يعتقد بالعترة، كل من لم يوالي العترة، كل من لم يتبرأ من أعداء العترة قلبا نية عقلا فكرا، لا أدعو للعن والطعن والكلام البذيء والعداوات، لا، وإنما أقول قلبا عقيدة، هذه عقيدة الولاء والبراء. كل إنسان مهما ارتقى ومهما وصل، إذا لم يعتقد في قلبه بينه وبين الله أن العترة هي الحق وهي الموصى بها مع القرآن، ويوالي العترة وبما كان المفروض أن تكون عليه العترة، ويوالي السنة والتراث الذي كان يجب أن يصل إلينا من العترة لكن منع عنا، لكن قلبا يوالي هذا الفعل، يوالي هذا التراث، يوالي هذه السنة، ويتبرأ ممن ظلم العترة، ممن قمع العترة، ممن ضيع العترة وسنة العترة وتراث العترة. فلا تقبل له صلاة، ولا يقبل له صيام، ولا يقبل له وضوء، ولا يقبل له عبادة. العترة هي الأصل. عترة الهادي التقية هي عنوان الهداية، ما يضل اللي يرجع لها وتركها خاب راية. اتفقت الأمة بشأنهم، اتفقت الأمة بشأنهم منين جبت من الرواية. القرآن ينقذ أمتي للحشر وعترتي، باطل حديثك سنتي بالعترة الوصية، بالعترة الوصية. يحيق لمنا يعتوض وابدي الغرابة، إذا صعلوك يختم بالصحابة. يحيق لمنا يعتوض وابدي الغرابة، إذا صعلوك يختم بالصحابة. يريد يكمم أفواه العترة الشريفة، يريد يكمم أفواه العترة الشريفة. فنحن قلنا الحقيقة وكنا صادقين، الجميع ولم يتنازل عن هذا العنوان، وما زلنا لا نتنازل عن هذا العنوان. ونحن شيعة التوحيد وكفى وانتهى. هذا هو الواقع وهذه الحقيقة، وهذا هو العنوان الحقيقي الذي نتمسك به مهما حصل ومهما وقع علينا. هذا هو عنواننا.
شيعة التوحيد احنا رفضنا افكار القبور، ورفضنا تجسيمك الفاحش وانت تعتبره ضروري، واللي يحقق ما نلومه يقول مارس انا دوري، يكشف أكاذيب وفتن ويعيد تصحيح السنن ويجنب الأمة المحن وينقي العقيدة فروعك باطلة يقلك يا غافل شي يفيد الفرع لو أصل باطل. جاكم برقة توحيد ضربة عنيفة